في فيديو النهارده يا جماعه زي ما انتم شايفين جبنا حرفيا كل منتجات بلبن، ولما اقول كل حرفيا رحت قلت له عايز كل حاجه من المنيو. انا دفعت كتير قوي يا جماعه في فيديو النهارده، وده خارج ميزانيه القناه دي خالص يعني، ولكن كله لاجل التجربه ولاجل السكر. ولكن بلبن يا جماعه عليه، استنى بس عشان انا حاسس انكم مش شايفيني، انزل الحاجات دي على جنب وايه وناخد وندي مع بعض. بلبن يا جماعه من اكتر البراندات اللي عليها جدل اخر 5 سنين في مصر. مثلا كل اسبوع يطلع لك باختراع اسمه اغرب من الاسم اللي قبله، وحرفيا هو بياخد الاختراع اللي قبله يضيف عليه مثلا صوص يعني شوكولاته، مثلا صوص اخترع صوص جديد ويقوم حاطه عليه وسميه اختراع جديد. ففيديو النهارده اشتريت كل اختراعات بلبن، وهخش ارياكت على فيديوهات ليها سواء الاعلان بتاعها او تقييمات ليها او ميمز غريبه معموله عنها، وفي الاخر وانا بجربه هقوم حاطه في تير ليست متقسمه كالاتي. من الاول خالص ده فجر ده هيتحط فيه حاجه واحده بس، ما ينفعش يبقى فيه اكتر من حاجه. تاني حاجه معانا وهي بلبن والتير ليست الثالثه معانا وهو عادي يعني يتاكل عادي. واختراع فاشل دي حاجه يعني انا ما اكلهاش، يعني اللي هو عادي هي تتاكل بس ما افضلهاش، اختراع وحش بالنسبه لي. واخر حاجه معانا وهي القلوطه يا جماعه، وهو ايه اختراع من بلبن برده جديد، اللي هو ايه شيله من السوق يا ريت يعني. تمام، فبسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بايه؟ نبدا اللي هو بلبن، اللي هو الرز بلبن، اول حاجه حرفيا عملها بلبن. فبس قلت لما الفيديو صار على نبي واحد الله وراك فرد مصلي يرجع الفيديو. احنا في رمضان فشغلوا الشغل يعني كده ولايك اشتراكك، ويلا بينا على اول منتج معانا. طب يا جماعه اول منتج معانا وهو الرز بلبن. زي ما قلت لكم الرز بلبن المفروض هو اول حاجه بلبن بدا بيها، ولكن انا حاسه ان هو يا جماعه اندر ريتد جدا. يعني انا مش من محبين الرز بلبن باي ذا واي يعني، ولكن هو شكله رز بلبن عادي خالص، ولكن هو انا عمال اقول ولكن كتير صح. رز بلبن هدوق معاكم بالمره برضو نشوف اعلانات رز بلبن بتاعه بلبن. شغال يا باشا كده، او رز بلبن عادي خالص. بس استنى بقى بالله عليك، شايف الكرمشه؟ بس هو انت ليه يا اسطى ليه هتحط عليه حاجه؟ رز بلبن معمول يتاكل لوحده يعني. تعالى دوق لوحده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني دايم، بعيدا عن المانجا والبتاع دي يا جدعان، لا جامد، لا جامد بجد. انا ما بحبش الرز بلبن بس طعمه حلو. طب تعالوا نشوف مثلا فيديوهات تانية بص يا عم، بص لسه بقلب الفيديو لقيته بيحط عليه ده فحم ده ولا ايه ده؟ تعالى نشوف. الشوكولاته ليه يعني؟ هو ماشي المكسرات اللي ورا دي حلوه، لكن لوتس ليه؟ لوتس ليه؟ لا انا جالي غيبوبه سكر وانا بتفرج على الفيديو. بس ليه يعني؟ هو رز بلبن كده لوحده ده 9 من 10 مثلا، مع ده اكسترا ده انا حاسس ان هو إيه كام مش عارف. بصوا انا بالنسبه لي تقييم الرز بلبن انا هعطيه عادي ولا بلبن؟ هو مش عادي، هو حلو. لا نخليني في بلبن. اول حاجه كتقييم الرز بلبن بلبن. انا المفروض يا جماعه في الفيديو النهارده اخد قطمه من كل حاجه عشان ما يجيليش غيبوبه سكر، ولكن هو جامد قوي، هاخد منه قطمه ثانيه حقيقه من غير رأي كتير. يلا بينا على المنتج اللي بعده. والمنتج اللي بعد كده معانا يا جماعه وهو اشهر منتج لبلبن، هو اللي بدا تقريبا بلبن بجد، وهو القشطوطه. القشطوطه دي عباره عن كريمه، المفروض ان هي كيكه اسمها تريليتشي عليها كريمه كده معينه. فتعالوا نشوف القشطوطه مع بعض. هات يا باشا. معلش يا جماعه برضه حاجه ثانيه، انا عايز افصل بين كل منتج ومنتج بحاجه عشان ما اجزعش من كميه السكر، فجبت ايه كوبايه شاي بقدونس بالكرفس ايه، فنخليها جنبنا يعني. فالقشطوطه بصوا دي بالنسبه لي احلى اختراع في بلبن. هو انا مش عارف ليه انا فتحتها، في حد تقريبا ناطر بيستاشيو على على الطبق او حاجه زي كده، مش عارف دخلت ازاي، ولكن انا طالبها قشطوطه رز بلبن العاديه خالص البيزك. هي ملزقه ايه ده؟ ماشي. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير. هي بس مميميه شويه وهتبهدل لي بص يا عم اللبن يا عم محتاج مناديل صح كده. فالقشطوطه دي يا جماعه زي ما قلت لكم كيكه تريليتشي عليها كريمه من فوق وتحتها رز بلبن. فتعالوا نشوف اعلانات يا جماعه. الراجل ده مش عارف اسمه ايه، بس الراجل ده حرفيا بقى وجه بلبن يعني. تقريبا هيسمي عياله ابو لبن او حاجه زي كده من كتر ما هو بيطلع معاهم في الفيديوهات. مش عارف اسمه ايه، تقريبا اسمه عبد الرحمن. لا انا فاكر ان هو اسمه اكونت بيسو بلبن على فكره، ولكن خلينا نشوف الفيديو ده. هي دي القشطوطه، مفيش احلى. لا من غير فستق، واللوتس الغالي لاصحاب المزاج العالي، والاوريو. ليه كل ده؟ انا ليه احط على قشطوطه مكسرات وحلبي؟ حلبه مين؟ ايه الحلبي ده؟ هو ايه الحلبي ده؟ فستق حلبي هو ده البيستاشيو، هو الفستق ولوتس واوريو. انا مش عارف ايه كل ده حقيقه، ولكن خلينا ندوقها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش محتاج ادوقها عشان دي انا جربتها كتير، ولكن ندوقها برضو. اول حاجه معانا سوبر الملوك، ننزل بصوص البيستاشيو. يا عم بيستاشيو ايه بس انت؟ يا جدعان جامده قوي يا جدعان، حلوه قوي بجد. المشكله انا حطيت كميه رز بلبن قليله قوي. هو كميه رز بلبن نرفزني، فجيت محاول على البان عمران. انت بتعمل دعايه لا بس يا جماعه مش طبيعيه بجد، طعمها بتدوب في البق كده حرفيا. بس انا شايف زي ما قلت لكم برضو ان هي ايه الاضافات الزياده اللي عليها دي، البيستاشيو الحمص اللي بيحطه ده، حاجات غريبه بتتحط. ليه خلوها بيزك زي ما هي؟ تعال مثلا نشوف فيديو تاني.
انا سايب اللي بيحصل اصلا في الفيديو مركز مع الاغنيه. ولكن القشطوطه برضو، القشطوطه تتحط في دافوجر يا جماعه، هو حلو قوي، هي من احلى الحاجات اللي في بلبن. بس هل تتحط دافوجر؟ هو احنا نقدر كده ايه يعني، نخلي مثلا كذا حاجه في بلبن وفي اخر الفيديو مثلا نحط ايه اللي بيتحط في فوجر، ممكن صح؟ ماشي. هي مش عاديه الحاجات اللي في لبن اكنها تصفيه للحاجه اللي بتتحط بالظبط، بس هي القشطوطه دي مستحيل تكون عاديه، انا ولا عادي، انا شايف ان هي بلبن جنب، واحلى من الرز بلبن كمان، يعني هي اكسترا على الرز بلبن تبقى حلوه قوي يعني. فنخلينا في بلبن ونخش على المنتج اللي بعده معانا. وانا بدات ادوخ من السكر على فكره، والله بدات ادوخ من السكر ربنا يستر. يلا المنتج اللي بعده، والمنتج اللي بعد كده معانا يا جماعه وهو منتج الكبسه. ده نزل تقريبا في 2024 او حاجه زي كده، فتعالوا نشوفه مع بعض. بس اخد بق من حاسس ان انا براعم التذوق عندي خربت يعني، انا ده مسكر معرفش ازاي، لكن تعالوا نشوف الكبسه. ماشي، دي الكبسه يا جماعه، ولكن هي في منها كذا حجم. ده الحجم الصغير، انتاج يوم 28، احنا بنصور يوم كام؟ احنا بنصور يوم 2 احنا النهارده 2/3، وهي صلاحيتها 5 ايام. يعني معنى كده ان هي مش طازه، معنى كده ان بلبن بيلبن. ثانيه، ده 8، احنا الشهر ده 28 يوم. انا اسف يا بلبن، اسحب كلامي، انا مبيض. ماشي طيب. الكبسه، انا عموما منتجات بلبن كلها ما بحبش فيها الكيكه. انت ايه يا غالي؟ كبسه يا جماعه. وكيكه الكبسه دي يا جماعه هي المفروض ان هي ايه، كيكه فudge. انا عموما ما بحبش الكيكه الفudge اللي من بلبن دي خالص، ما جاتش معايا سكه خالص، ولا بحبها تقريبا في الحقيقه اصلا، ولا من بلبن. ولكن عليها طبعا البيستاشيو، الكنافه البيستاشيو بقى بيحطوها في كل حاجه دي، وعليها حاجه برده هنا مش عارف دي ايه دي برده، وشوكولاته من فوق. تعالوا نفتحها وندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اشوف بس الاعلان بتاعها. هم جابوا يا جماعه ايه، جابوا صرف وبداوا بقى ايه، دي كانت بدايه بلبن بقى، الصرف والمشاريع وبتاع، بداوا يجيبوا بلوجرز كتير قوي. احنا جايين من السعوديه ونبغى كبسه. لما تبرق لي كده هشتريها. حقيقه انا التسويق الرخيص ده انا ما بيجيش معايا. انا مش قصدي تسويق رخيص ان هو الاشخاص اللي فيه رخاص، انا بتكلم اللي هو تسويق رخيص. يعني المنتج اصلا شكله مش حلو، يعني هو قدامه البتاع بتاعت الفول، عارفين انتوا البتاع اللي بيعملوا فيها الفول يا جماعه، عربيه الفول حاطط فيها بيستاشيو بتاع لونها وحش اصلا. بصوا معلم بالراحه، احنا محل حلو ما عندناش كبسه. انت شكلك ما تفهم. ابغى كبسه بلبن. سمعت ولا ما سمعت؟ بعدين ايش البرود هذا اللي فيك؟ تبي كبسه بلبن؟ لا 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 خلاص هعمل لك كبسه بلبن، بس انت عارف هي فيها ايه؟ اول حاجه كيكه البراون. طيب ماشي، نفهم المكونات. بيقول لك كيكه البراونيز، وهيغرف لك نص مغرفه كنافه. بيستاشيو. تمام. الخطوه الثالثه موس شوكولاته. استغفر الله، موس. ماشي، البتاع اللي في النص ده اسمه موس. موس حلاقه. شيلها من المونتاج. بعد كده معانا رز كريسبي. هو اصلا في حاجه ناقصه فيها على فكره تقريبا. حلو، جابوا المنتج ناقص. ماشي. والاخيره بنحط الشوكليت بالحليب البلجيكي. هي على فكره هي مش شوكليت بالحليب البلجيكي، هي المفروض شوكليت بلجيكي بالحليب، بس هو قالها غلط يعني. ماشي، تعالوا نشوف طعم هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. هو المفروض يا جماعه في رز فيها، انا مش عارف فين الرز ده، ولو طلعوا مش حاطينه بجد هبهدلهم يعني. المفروض بيبقى فيها بتاع كده زي كورن فليكس او حاجه بتفرقع كده، على حسب اللي هو متقال في الفيديو هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع لي كده يا لهوي، ريحتها حلوه بس ريحتها سكر كتير، بس بسم الله. ماشي، هي قنبله سكر، بس بالنسبه لي عادي قوي يا جماعه. ليه؟ حاسس الكيكه دي حاسسها ناشفه او دماغها دراي كده، حاجه زي كده يعني. ولكن تعالوا نشوف تجربه بعض الناس مع المنتج ده. يعني بيقول لك اخر ترند من بلبن وتجربتي ليه. تعالوا نشوفه مع بعض. متحجره؟ لا، هي من حيث متحجره هي ما جاتش متحجره، هي جايه عاديه. يعني هي ما جاتش كده، هي جايه طريه عادي خالص. اوكي. لا، هي دي تقريبا انت نسيتها في الفريزر، او بيوصل لك من بتاع القطبي ولا ايه، ما اعرفش. ولكن انا بالنسبه لي يا جماعه انا ما جاتليش. لا صدقوا جا كرانش اهو، هو جا بس حاطط لي تفه كرانش يعني. بصوا انا اسف ان انا هعمل كده، بس ايه ده؟ هو ايه ده؟ معلش، ده عارفين المعزه؟ لا اله الا الله. ده مش ده البتاع قد نص صباعي، انتوا مطلعين لي كرانش كده انتوا ايه ده؟ ولكن بالنسبه لتقييم الكبسه اعطيها، هي عادي اختراع فاشل يعني. هي مش ماي تايب، فاهمني يعني؟ اللي هو ايه، مش اللي هو حاجه اروح اطلبها حقيقه، مش شايف نفسي اطلبها خالص يعني. عادي ولا اختراع فاشل؟ بقول لك ايه يا جماعه، هستعين بصديق تطوع يجي يجرب بتاع، جرب معايا رجب. انا مش عارف يا اسطى بجد، مش عارف اخد قرار فيها. هي عادي اختراع فاشل. معانا يا جماعه رجبولا، ظهر معانا في فيديو قبل كده. الناس عايزاك على فكره ترجع معايا في فيديو رياكت على فكره. انت مش هتشرب ده. استنى عشان الناس مش سامعاك. قرب من المايك. ايوه، عاملين ايه يا شباب؟ الاخبار بس يا ماشي. دوق يا اسطى وقول رايك بكل صراحه. دوق وقول رايك بكل صراحه. مبدئيا فيها كرانش. ايه فيها كرانش ولا لا؟ في صوت. بسم الله الرحمن الرحيم.
قول لي بجد ايه رايك؟ انت واحد بتحب الشوكولاته اصلا؟ بحب الشوكولاته أنا- بس الكنافه اللي فيها دي ما بحبهاش قوي. اللي هو الكنافه اللي بالبيستاشيو اللي كل الشعب خلاص كرهها. يعني مش جايه معايا الصراحه. لا يعني مش انت شايف عاجباني. ان هي شايف ان هي تحط في عادي ولا اختراع فاشل؟ عادي يعني انا ما اقولش عليه اختراع. لا اقول لك لا عشان حوار الكنافه دي بقت يعني لو انت شايف ان هي من غير كنافه هتبقى عادي. من غير بالكنافه هتبقى لا اختراع فاشل. شكرا، اتفضل مع السلامه. شكرا. فيا جماعه مش هرجع كلمه رجب واحطها في اختراع فاشل، ولكن عادي ممكن قدام لو لقينا حاجه افشل منها نحطها هي فوق ونحطها تحت يعني. ولكن يلا بينا على المنتج اللي بعده معانا. ماشي، الاختراع اللي بعد كمان يا جماعه وهو المفضل بالنسبه لي في لبن في لبن، لا في بلبن، ولكن يعني النهارده حد فرصه لمنتجات ثانيه، ولكن لحد دلوقتي انا ما شفتش اختراع احلى من ده، وهو الكريم دي لا كريم. بصوا ده حتى من جوه اصلا الديزاين بتاعه يا جماعه شكله فخم كده حلو قوي بجد. كريم دي لا كريم ده من احسن المنتجات اللي نزلت في بلبن بالنسبه لي يعني. ولكن بدون تحيز النهارده هنقيمه المنتج اللي جالنا. وعلى فكره يا جماعه احنا المنتجات دي جبناها من اجدد واحسن فرع في اسكندريه المفروض، ما عدا منتجين جبناهم من فرع تاني عشان ما كانوش موجودين يعني. ولكن تاريخ انتاج النهارده وبيقول لك مثبته الحساسيه يحتوي على قمح وحلبب. ايه الحلبب ده؟ والله مكتوب يحتوي على حلبب وصويا. ماشي، تعالوا نشوف طيب مكونات الكريم دي لا كريم قبل ايه؟ قبل ما ندوقها يعني. كيكه الفudge. تمام، لا دي مش الفudge، دي التريليتشي تقريبا. هي قشروطه من الاخر، قشروطه وجنبها نص كيلو فراوله هتحط فراوله. يا سلام يا سلام بجد عليها البيستاشيو. والبيستاشيو هنا يا جماعه ايه يعني، هم حلبوا ابوه انا عارف، ولكن بجد البيستاشيو مع المكونات دي بيبقى حلو جدا. واخيرا بيتحط عليها الشوكولاته المفروض، صح؟ فراوله تاني يعني. بس انا عايز اقارن الكميات بس، معلش ثواني بس معلش بقى عشان ايه، عشان دي حاجه بتغيظني. قلعها بس هدومها كده. هي كميه حلوه، هي كميه محترمه، بس هل نفس اللي في الفيديو؟ لا، هنا الفراوله كانت باظه، وبعدين الفراوله هنا كانت في الاطراف. فين بقى الفراوله؟ فين الفراوله؟ مش فاهم. انا بحب الفراوله، ولكن كاوفر اول شكل نهائي انا عايز اقيم برضو، اقارن. لا هو شبه بعض، هو شبه بعض ولكن مش منظمه قوي. انا الشوكولاته طلعت في كل حته عليا. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. نشوفها مع تقييم كده لذيذ. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بص هيطلع طبقه بيرفكت. انا مش عارف انتوا شايفين عندكم الطبقه؟ لا انتوا مش شايفين. جامده يا جماعه. هي مش احلى حاجه النهارده على فكره. الفراوله النهارده مش احلى حاجه والله. عارفين انتوا يا جماعه بيبقى في نوع فراوله كده بتبقى فراوله مش مسكره، تحس ان هي ملهاش طعم كده. هي طعمها كده النهارده بس. واحنا في موسم الفراوله المفروض يعني احنا في موسم الفراوله صح؟ امال ليه عامله كده؟ بس هي برضو ده ما يمنعش ان هي النهارده طعمها حلو جدا يعني. هاخد منها معلقه ثانيه، انا اخدت معلقه ثانيه ان هي حلوه. ممكن لو كانت فيش مثلا كان هيبقى طعمها احلى، كانت بايته ولا حاجه. لا بس كاتبين انتاج النهارده، الفراوله بتاعتها طعمها مش حلو، الفراوله طعمها مش فريش، الفراوله هي اللي مش فريش ممكن فعلا. تعالى برضو نشوف فيديو ثاني كده. ايه ده؟ هي دي ايه دي؟ ده تقريبا منتج اتشال ده يا جماعه. هي دي كريم دي كريم دي لا كريم اللي احنا عارفينها عادي. بصوا دي طالعه للفود بلوجر. طب انا بلوجر من غير فود، طب ما تجيبوا لي حاجه زي دي طيب. مع انه كانوا عارفين ان انا هصور على فكره عشان انا جبت منتجات كتيره، فقال لي وانت هتعمل ايه؟ قلت له هسجل بيها فيديو، فالمفروض يكون يظبط لي بقى الاوردر، ولا انتوا عايزين نعمل لكم محتوى ما علينا. نخش على تقييم كريم دي لا كريم. وكريم دي لا كريم يا باشا طبعا مش عادي ولا اختراع فاشل، هي بلبن بس. هل احلى من القشطوطه؟ هي احلى من القشطوطه عشان هي ايه، زي قشطوطه برو ماكس كده. كريم دي لا كريم هتبقى موجوده في بلبن. ونخش على الاختراع اللي بعده. انا بدات اجزع قوي من السكر بجد. طب يا جماعه نخش على المنتج اللي بعد كده معانا، وهو كيكه هبه دبي. الهبه دي تقريبا هي الكبسه، بس هو نقله من السعوديه للامارات تقريبا، قالوا هبه دبي. انا شايف ان هي نفس المكونات بس من غير بتاع الكرانش اللي كان ما كانش موجود اصلا في اول واحده، فدي يعتبر هي بس حاطين هنا صوص وايت برده موجود عليها وبتاع. هي بس ايه ده؟ هو ده مش مفروض صوص؟ هو ما بينزلش ليه؟ ايه ده؟ هو متحجر هو ايه ده؟ بشيل الغطا يا ابني ملهاش علاقه، الصوص متحجر، ممكن يبقى تقيل. ماشي نفتحها ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عايز ادوقها. هو انا ما اظنش ان انا دقت الهبه دي قبل كده، وريحتها شوكولاته. انا من النوع اللي انا ما بحبوش يعني، ولكن هديها تجربه برضه. تعالوا نشوف برضه مكوناتها ايه. برضه بيسو بلبن ده اسمه بيسو برضه صح؟ بيسو بلبن ماسك قله تقريبا في اول فيديو بيرش ميه. فل رمضان كريم. ايوه سنه وانتم طيبين. ده نزلت رمضان اللي فات دي يا جماعه. خلي سفرة رمضان بقى. سبيكة الدهب وصل. الهبة جولد بنفسها. هبه جولد. بقى قولي لي عملوك ازاي. بنزين بها رمضان يا حبايبي. ايه ده؟ ثواني انت عايز تفهمني ان الشوكولاته البيضه اللي ورا دي هي اللي عندي دي؟ ده تفلي عليها ده ولا ايه ده؟ لا بلبن. استنوا انا عايز اشوف بس النتيجه النهائيه. اخلص بس بس عارفين ماريو قاعد شغال ورا وواحد قاعد فوق ايه ده؟ مش هي والله دي ما هي. طيب تعالوا ندوقها ونعطيها تجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايز اظلمها، مش عايز اجي على حد يعني، ولكن نديها تجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، هي ناشفه درايه يا جماعه. لا الصوص ما بينزلش والله، ما بتنزل، دي متحجره. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم.
انا حاسس ان انا اقسم بالله هتخنق من كتر ما هي ضراي، والله حاسس ان هي قفلت زوري. طب تعالوا نشوف مراجعه عليها يا جماعه. واحده منزله بتقول لك ايه القرف ده بجد، ازاي كده؟ هو مش قادره اسكت بصراحه على القرف ده. يعني انا قررت ان انا هدلع نفسي وهجيب بقى بلبن. فجبت اللي هي الهبه. اسمها ايه؟ انت مش عارفه انت جايبه ايه؟ هبه. الهبه. ايوه هي الهبه دي نفس اللي هي عندي. فعلا طلعت هبه. ايه ده؟ حقيقه ده حقيقه. ايه القرف ده؟ طعمها مقرف. انا لقيت حاجه يا جماعه اسوأ من العادي. ماشي، مقارنه دي بدي باللي كان موجود في الاعلان، دي بالنسبه لي مش عارف احط، لا اختراع فاشل. اصل هي الكبسه، هو شالوا بس البتاع اللي بيفرقع اللي عليها ده، فاركني اختراع فاشل. يلا بينا يا جماعه المنتج اللي بعده، وتعالوا بقى ايه نفصل بحاجه بتتشرب، حاجه لسه نازله جديده. ماشي يا جماعه، المنتج اللي بعد كده معانا، وانتوا قد النظره الاولى تظن ان هو قله، ولكن هي حاجه اسمها براوه صوبيا فريش. انا بقى براوه دي نزلوا منها كذا حاجه، فراوله ومانجا وكذا حاجه، ولكن الصوبيا دي اكتر مشروب انا بحبه في المشروبات الرمضانيه يعني، فهنجربها ونعطيها تقييم مع بعض. ولكن تعالوا نشوف بس ايه فيديو الاعلان عنها برضه. يقول لك ايه؟ يلا بينا نحضر البراطه. إيه يا جماعه، هم بيستعملوا في ايه؟ هم بيستعملوا في الماركتنج بتاعهم حاجات تهت مع الناس، بمعنى زي مثلا ايه اللي هو رمضان دي كلنا واحنا صغيرين سمعناها، فايه فبتهت معانا يعني. احنا مش عايزين التمر، احنا عايزين الصوبيا. كده قفلت يا زباين. ايه ده؟ وربنا انت بتخوف وربنا مالكم فيها. طب العب تاني. يلا يا عم. ده اعلان يعني. اوف. لا حلوة. ده مين ده؟ ثواني. هو ده اقف بس اقف. هو ده اوكا اورتيجا صح؟ اوف لا حلو ده، ما شفتش الاعلان ده. وتمر هندي تقول ماركه ومانجو فاخر جاب من الاخر زحل كل ودارت عركه. لا حلو يا عم بقى، مش لازم تطلعوا لي بيسو بقى وتفاحه الاثنين في الفيديو يعني. ماشي. لا انتوا سامعين يا اسطى؟ جامد قوي. لا الاعلان حلو قوي. طيب اعلان حقيقي حمسني ان انا ادوق البراوه، عن ريحتها اللي هي غنيه زي ما بيقولوا كده، ريحتها غنيه والقوام بتاعها. هو انا ليه ببص على القوام بتاع الصوبيا؟ ما اكيد حاجه سائله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا جماعه نجيب الضيف بتاعنا رجب مره اخرى. تعالى اتفضل مستر رجب، اتفضل. اهلا بيك اهلا بيك. قول الكلمه للناس. مساء الخير يا شباب. لا هنا المايك اهو. مساء الخير يا ابني قرب من المايك اكتر. لا انا هروح فين كده؟ الصوت مش طالع. قرب. مساء الخير يا شباب. بعود يا رمضان. يلا دوق يا باشا. لا خلاص تعالى دوق يا رجب بجد. انا اسف معلش يا جماعه، خطأ مطبعي، اللبن دلدق عليا. دوق قول رايك يا عم. قرب من المايك. انا حاسس بطعم جوز هند كتير. طب ما معنى كده ان هي غنيه فعلا، ان هو جوز هند كتير، يبقى أيوة هي بس انا ما بحبش جوز الهند. ايه بس هي طعمها جوز الهند حلو. حلوه. ماشي. بص يا جماعه خليك قاعد معايا، نحطها برضو في تقييم مع بعض. وهو انا شايف ان هي، بص هي ممكن تبقى في عادي. ايه رايك؟ انا مش حاسس ان هي بلبن قوي ولا ان هو وحشه، هي عاديه. بنقيم برضو المنتجات الاكل اكتر من ماشي عشان بس ده برضو حاجه بيبيعها يعني. ما انا عارف، بس برضو في حاجات زي ايه ما ينفعش اقول مثلا اماكن بتاعت عصاير. يا عم قول يا عم، هو سبونسر. قول يا عم. عندك حسن مثلا. بس حسن عنده صوبيا تقريبا. بس شايف ان هي عادي عادي صح؟ يعني دي ما تقارنهاش مع الاكل وكده. ماشي. براوه معانا في عادي. ويلا بينا على المنتج اللي بعد كده. غيبوبه السكر انا تعبت والله. يلا على اللي بعد. ماشي. المنتج اللي معانا بعد كده يا جماعه من بلبن، وهو الاستاذ عبد الباسط حموده. لا هو هيقول لنا الاستاذ عبد الباسط حموده ايه هو المنتج الثاني. ايوه دقيت على باب الحياه. دق على باب الحياه. لما انفزع قلبي. ايوه عم عباسط. انفزع يا عم عباسط. والله عم عباسط ده عامل دماغ بنت لذينه، اقسم بالله راجل جامد. ولكن معانا الفزعه من بلبن، اسمها الفزعه شيكو، ودي مفروض بقى انا في حاجه عايز اجربها. انا جربتها مره اول ما جت وقالوا لي مش موجود الكارت. المفروض في كارت جوه بتقسم بيه وتقوم شافط بيه. فنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايز تطلع ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو انا فاتحها غلط ولا ايه؟ هو في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ مش فين الاكله؟ طب ايه هو ايه ده يا جماعه؟ بجد مش بهزر. ايه ده؟ هي دي معفنه ولا مش واخد بالي؟ دراي فود. لا بجد ايه ده؟ هي المفروض مش كده صح؟ ثواني بس، هي بعيده ان هي ملحوسه وحالتها. تعالى نشوف شكلها عامل ازاي. يعني تعالى نشوف مثلا فيديو جايب 500,000 لايك. تعالوا نشوف الفزعه من بلبن. لا مش ذهبيه، لونها مش ذهبي. ايه ده؟ طب انا خايف اكلها بجد. وبعدين فين الكارت بقى؟ بيبقى في كارت هنا المفروض تقطع بيه، مش موجود. ماشي ندوقها. بسم الله. انا مش عارف دي حتى مكونه من ايه، ومش عايز اعرف مكونه من ايه. ماشي بسم الله. هدوق اللي فوق ده الاول. بسم الله.
مستحيل يكون ده حاجه بتتاكل. انا مش عايز اعمل زي عمرو بيلا، بس بجد عايز توف، والله عايز توف، طعمه صعب. طب ندوقها كلها مع بعض يمكن يبقى تميك سنس يعني. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. Oh my god, bro. Oh, hell no. حاجه كيس بس كيس هرجع. دي 100% بايظه، 100% بايظه. ده يا جماعه 100% بايظه، دي مستحيل تكون عاديه. لا بجد، ايه ده ايه ده؟ لا دي بايظه، ومش عارف اقول ايه بلبن حقيقه. دي من اسوأ الحاجات اللي انا اكلتها في حياتي من بلبن. معلش بلبن، انا والله ما بهاجمكم ولا حاجه، ولكن انا جات لي حاجه بايظه منكم، فمعلش. القلوط خد يا باشا، القلوط شيلوها خالص بجد. مش انتوا قفلتوني اكمل بقيه الحاجات والله. ولكن يلا بينا على المنتج اللي بعده معانا من بلبن يا جماعه. طب يا جماعه المنتج اللي بعد كده معانا، وهو منتج شكله من بره حلو جدا. شكله دي باريس. انا على فكره دي باريس ده انا ما جربتوش ولا مره من ساعه ما نزل. انا حصلت فتره كده بطلت اجيب حاجات من بلبن يعني، ولكن انا ما جربتوش خالص ساعه ما نزل. فتعالوا نجربه مع بعض. هو الديزاين بتاعه بجد رايق قوي يعني، الديزاين بتاعه بجد احلى ديزاين يمكن شفته لحد دلوقتي من بلبن من بره، ولكن المهم من جوه عامل ازاي. فبسم الله النظره الاولى كده. اوه ده شكله حلو قوي، شكل الفراوله فريش. اوكي دي حلوه دي، بس دي مكوناتها ايه بقى؟ تعالوا نشوف مكوناتها مع بعض يا جماعه. في شاب قمر اهو، بصوا اهو. انا عاجبني الفيديو ده، خد لاف يا عم على الفيديو يا عم اهو. يلا مش عشان بيسو ولا تفاحه اللي بيعملوا، وجه جديد، ادوا فرصه للشباب الجديد. لا بقى ليه؟ لا استنى، يعني هي ايه ده؟ يعني هي الفادج دي عليها لبن ليه؟ طب كنت خلوها اشروطه عادي، بس دي كده هتبقى ديلا كريم يعني. ماشي، هي فادج عليها لبن تقريبا. ايه بقى تاني؟ عليها شوكولاته ليه؟ عليها بيستاشيو. ماشي، والفراوله. طيب تعالوا نجربها. انا دي ما جربتهاش، هيبقى اول رد فعل معاكم بجد عليها. انا ما اعرفش دي عامله ازاي. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. شكلها مشاهي حقيقه، بس يا رب الفراوله تطلع فريش. بس تقريبا كده طلعت بكل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني لا بس كده السماعه. ايه ده؟ في كلام بيتقال يعني، في حاجات حلوه، في حاجات حلوه قوي كمان بتتقال يعني. واحده كمان منها حلوه قوي كمان. لا يا جماعه، ده اكتشاف جديد بجد. انا اول مره اعرف ان في اختراع زي ده في بلبن. لا بقول لك ايه، بدون نزاع بقى وكلام كتير، بلبن ده ممكن اعمل حاجه. ممكن اتهور احطها فوق الكريم دي لا كريم بلبن، نحطها في بلبن لحد ايه ما نشوف هتتصعد لده فوجر ولا لا. بس لحد دلوقتي دي مثلا من احلى 3 حاجات اكلتها في حياتي مثلا، وانا ما اكلتش على بعض غير حاجتين في حياتي اصلا. ولكن ما علينا، يلا بينا على المنتج اللي بعده. نخش على قنبله السكر اللي بعد كده معانا يا جماعه، وهي التشيز بوم. دي انا جربتها مره زمان ومش فاكر كانت حلوه ولا وحشه، مش فاكر عنها اي حاجه حرفيا. بس اظن ان هي لو كانت عجبتني قوي كنت جبتها تاني. لكن نديها برده فرصه تانيه. بتاريخ النهارده، انتاج بتاريخ النهارده، الديزاين بتاعها برده حلو، ومفروض ان انا اعرفه ان دي بتتفتح كده تتفلق خالص يعني. فنجربها بسم الله الرحمن الرحيم. بس بصوا، انا بقى اللي مش عاجبني فيها ايه يا عم، هو انت حاشر كلمه دبي في كل حته؟ هو انت كان ليك اصل في دبي يعني؟ مش فاهم ايه مشكلتك بالظبط. ولكن تعالوا نشوف راي الاستاذه دي فيها. جبت اختراع بلبن الجديد، اختراع بلبن دبي تشيز بومب. اوكي ماشي. الاختراع ده بقى له سنتين باي ذا واي. شكله عامل ازاي؟ هي شكلها انا حاسه حلو. ان الشوكولاته كانت ممكن تبقى تزيد شويه. الراجل حاطط لي حوالي 5 معالق، ما يعرفش ان انا عايز اشوف بقى، انا عايز اشوف من جوه عامله ازاي عشان اوصل للجبنه وادوقها. اهي جبنه. مش هوريكم الجبنه. جبنه؟ ايه الغباء ده؟ ما اسمها تشيز بومب. ايه الغباء ده محمد؟ ده تشيز اكيد مش قصده بتشيز ان هي يعني كده يعني. طيب بنشوف فيديو تاني يا جماعه، نشوف فيديو تاني نازل من بلبن. تقييم الناس ليها حلوه تحفه. ماشي، ده في اسكندريه ربنا يبارك لكم. جميله. مسيلي على الحبايب. كذا حد قال ان هي حلوه، فنجربها بسم الله الرحمن الرحيم. نفتحها بس كده. كشكل لا حلو، كشكل لا حلو. وانا احب اقول اللعبه الحلوه دي حلوه ماشي، ولكن ده مش هيتدخل في التقييم خالص. لما نشوف، انا مش فاكر ان انا دقت دي قبل كده خالص برضه. بسم الله بسم الله. انا عايز اخش على الجبنه بس. ده ايه ده؟ طين جبنه قريش جوه. ايه اللي جوه ده؟ انا هدوق الجبنه بس ولا هدوقها كلها مره واحده؟ يا واضح يا جماعه. انا ده على فكره افتكرت ان المنتج ده انا ما عجبنيش عشان تقريبا كميه البيستاشيو اللي جوه دي. هي حرفيا كنافه بيستاشيو بس، تاكل كنافه بالبيستاشيو. ولكن ندوقها بسم الله الرحمن الرحيم. المنتج اللي بعده الله يكرم النعم. ماشي، نخش على اللي بعده. والمنتج اللي بعده فيه مانجا وتقيل قوي. المنتج ده محمل قوي. اسمه ايه؟ اسمه الريمونتادا. طيب خلينا نشوف الريمونتادا مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعه دي متلغمه بس ما اعرفش ايه مكوناتها. بس شايف مانجا وانا بحب المانجا على وش، فتعالوا نشوف ايه مكونات الريمونتادا مع بعض. طيب تعالوا نشوف لها اختراعات بلبن اتراكمت عليا من قبل ما اقفل اساسا. فتعالى بقى نجربهم كلهم مع الفتره اللي قفل فيها بعد قهوتنا الجميله طبعا. وتعالى نشوف بقى هيطلعوا بلاستيك ولا فانتاستيك. طيب ايه بقى الريمونتادا؟ نبدا الاول بالريمونتادا.
كده شايف طبقه رز بلبن تحت، رز مع الكيك بلبن اللي في النص ده اللي هو الكريمة كيكه والمانجا. اعتقد دي ايه كريمه ده بس مانجا. كده؟ طب ما دي يا جماعه كده تعتبر اشطوطه بس اضافه مانجا بس. ايه ده؟ انا عايز اعرف بس، عايز اعرف مكوناتها ايه. معلش خش لي على بلبن احلى كده. ريمونتادا انت اتفرجت عليها احلى ريمونتادا دي احلى من مفيش ريمونتادا احلى من اللي بيتعمل على بتوع برشلونه سواء الليفر انتر كتير قوي يعني. انا اسف في حد يا جماعه قاعد في الاوضه هنا بيشجع برشلونه، ولكن تعالوا نشوف مكونات الريمونتادا. ريمونتادا حماده، تعالى أيوة. بقى اوريك الريمونتادا حماده. اول حاجه طبقه الرز بلبن. رز بلبن وبعد كده حلو. بنسلسل الاشطوطه باللبن يا حماده. اشطوطه حلوه لحد وننزل دلوقتي على سو فار الرز بلبن كويس. بالاشطوطه يا حبيبي. حلوه لحد دلوقتي هي الاشطوطه العاديه خالص. وننزل عليها بالكريمه اللباني بالمانجا. حلوه كريمه لباني بالمانجا؟ لا مش حبيب حلوه قلبي. كده. وننزل عليها بالمانجا الاسماعيليه. ماشي هي المانجا هنا كتير يا جماعه، بس هل زي دي؟ ما اظنش. نكمل تمام بس كده كده؟ حماده. اهم حاجه بقى. تعالوا ندوقها بقى، تعالوا ندوقها بسم الله. بس انا مش عارف دي اخش لها منين. ربنا يستر. بسم الله. اوه طلعت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انترستنج بس في نفس الوقت مش عارف اتكلم. عشان كمان انا عايز ادوق المانجا بس عشان اعرف المشكله في ايه في البتاعه دي. ثواني دي واحده. هل المانجا لوحدها حلوه؟ طب الكريمه معلش. الكريمه لوحدها حلوه برضه، والقشطوطه لوحدها حلوه. هي بصوا يا جماعه هو كل حاجه بتتعمل حلوه، بس لما اتحط على بعض ما بقتش احلى حاجه. فتقييمي للريمونتادا، احنا اصلا يا جماعه انا حطيت الريمونتادا مكان القشطوطه عشان الاثنين شبه بعض، فبس معلش زي الريمونتادا هنا وهات لي القشطوطه فوق بس كده. ايوه. والريمونتادا نحطها في عادي جنب براو عادي. انا شايف الجدول سو فار يا جماعه الجدول لذيذ. ماشي يلا بينا على المنتج اللي بعده. والمنتج اللي بعد كده معانا وهو اللقه. تعالوا نشوف كده ايه هي اللقه. هو انا شايف من فوق في هنا حاجه زي حاجه متكسره زي عيش او حاجه، في 3 فراولات يتيمات كده مش عارف ايه هي. تعالوا نفتحها ونشوف مع بعض ايه مكوناتها. ايوه اوكي شكلها حلوه دي، وفراوله ومانجا. اوكي ايه ده بقى؟ دي كريمه تقريبا تحت خالص. اوكي ايه ده بقى؟ كريمه تاني ولا ايه؟ فراوله ماشي. اوه بيستري ده. ثواني ده ملفيه صح؟ اوه لا شكلها حلو. انا عشان بحب الملفيه وعليها كريمه تاني. طب تعالوا ايه، تعالوا نستكشف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاعها بس بصوا مش محطوطه في ايه، في علبه اللقه. معلش هرجع الاوردر بتاعي. هزر طبعا. انت وصلت لحد دلوقتي يا اسطى لايك اشتراك وصلنا النبي واحد الله. نوصل فيديو النهارده 5000 لايك، واكتب لي اسم مطعم تاني عايز نجربه تمام، عشان الواحد بيحب ياكل وبتاع. تعالوا ندوقها مع بعض. ريحتها حلوه قوي، ريحتها مليانه زبده وسكر. حلوه انا الحاجات السيمبل دي، الحاجات دي حلوه. بسم الله يا رب يا ساتر. انا عايز بس اشوف في فراوله. في فراوله فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي بصوا يا جماعه هي حلوه، بس انا مش عايز اظلمها عشان هي طارت شويه. طارت ازاي؟ عشان احنا جايبين اوردر تقريبا من ساعه او ساعه ونص، هي طارت شويه، ولكن هي حلوه قوي على فكره يا جماعه. وعارفين ايه اللي مخليها حلوه؟ ان هي هاديه، ان هي ما فيهاش بقى اختراعات كتيره بيستاشيو مش عارف ايه. هاديه وحلوه قوي بجد. طب ما انتوا بلبن بتعرفوا تعملوا اختراعات حلوه اهو. طب اقترح على بلبن يعملوا حاجه، بيعوا فراوله. والله نزلوا فراوله كده بقى سموها الفراولوله مثلا وبيعوها، هتبيع اقسم بالله طعمها حلو قوي. فبالتالي اللقه تدخل معنا في بلبن ولا عادي؟ هي بلبن بس في الاخر بلبن مال للعادي يعني. ماشي يلا بينا نخش على اللي بعد. والمنتج اللي بعد كده يا جماعه معانا انا تعبت والله. انا بقول لكم كنت هقول لكم يا جماعه معانا، انا تعبت انا مش قادر خلاص والله. ولكن المنتج اللي معانا مره ده هنا في كوبايه وفي وليه هنا. ايه مين العجله دي؟ ايه ده؟ معلش يا جماعه بتريق على العجول عشان كنت عجله. كنت كام؟ انا خسيت 25 كيلو يعني. ولكن تقريبا دي هي خالتي ماتيلدا. عشان الماتيلدا كيك. فهمت زي ما قلت لكم هما بيلعبوا على الحاجات الكاتشي، الاسماء الكاتشي بتاعت بلبن. ماشي تعالوا. ايه ده؟ دي ملزقه يا جماعه. مشكله بس بلبن ان هو ايه الباكجنج بتاعهم محتاج يتظبط شويه. ولكن تعالوا نفتحها نبص عليها. ايه ده؟ هو في كيكه باظه من هنا مبدئيا، بس ايه شكلها حلو. شكلها حلو بس انا ما بحبش الماتيلدا كيك اصلا زي ما قلت لكم. وفي كاب هنا تعالوا نفتحه. بسم الله. افتح يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي شوكولاته. ما ينفعش اخد ده طبعا واحطها يا جماعه. يا لهوي على كميه السكر في الشوكولاته. طيب خليها لي كده. بس حاسس ان دي هتغرق الدنيا. هو الشوكولاته مش عايز تنزل والله. الشوكولاته والله ما عايزه تنزل. هي محتاجه تسخن. دي مش مشكله من بلبن يا جماعه، دي مشكله من عندنا احنا. فاحنا محتاجين نسخنها. ولكن انا انا اكسل يعني مكسل ان انا اقوم اسخنها. فنزل لي شويه شوكولاته كده دلدقها عليه. بقول لك يلا حد خسران حاجه. ماشي نزلنا الشوكولاته هنا، ومفروض كده بقى نرفع دي تقوم الشوكولاته دي نازله مسيله كده من الجناب بقى وشبه الشلال كده وبتاع. فتعالوا نشوف بقى ايه فيديو لخالتي ماتيلدا. تخيل واحده تبقى خالته اسمها ماتيلدا. تعالوا نشوف تقييم ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ده تقييم مدفوع تقريبا يا جماعه. حجمها كبير جدا يعني، دي ممكن اعمل بيها عيد ميلاد عادي. تيجي معاك دي مش كبيره قوي بس هي حلوه. المنظر والريحه بقت خطيره. ماشي انا امل ان انا افتحها تكون معموله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع. ايوه لا ايه ده حضرتك ازاي دي النتيجه النهائيه؟ استنى محتاجه تنزل بس ثواني. يا رب يا ساتر. بسم الله.
هو ايه اللي بيحصل؟ يا جماعه الدنيا بتنهار مني، الدنيا بتنهار مني، انا لو في حاجه وقعت على المفرش هتفشخ. بقول لك ايه، خليها كده زي ما هي، هدوقها كده زي ما هي يا جماعه. هي تقريبا كيكه فudge عليها شوكليت موز بس تقريبا يعني. هات كده يا باشا. ايوه الله 100 وحشه يا جماعه او مش وحشه، صدقوا في افتر تيست بتاعها حلو. في شوكليت موس في النص بجد طعمه حلو قوي. بصوا انا كنت احطها في اختراع فاشل، بس لا بجد حلوه. احطها في عادي بالنسبه لي، ممكن كمان تطلع ايه عادي مرتفع يعني ايه، احطها لي كده عادي قبل براوه كده حلو قوي. بس مشكلتها ان هي ايه تتاكل وهي سخنه، لكن غير كده طعمها حلو قوي بجد يا جماعه. بس كده يلا على المنتج اللي بعده. واللي بعد كده معانا يا جماعه وهي البمبوزه. انا على فكره بحب البمبوزه بس مش البمبوزه المقفوره اللي قدامنا دي. بصوا عشان فاكهه موز وتفاح وبتاع، شكلها حلو ومانجا جميل سوفا حلو وعصير مانجا، في احلى من كده؟ الله الله الله. ايوه تقلب كده يا سلام. هي فروت سلطه حلوه كده، لكن بقى في عك هيحصل بعديها على حسب علمي. دي ماشي، ده المفروض اسمه زبادي يوناني او كريم زبادي يوناني حاجه زي كده حلوه. اللي عليها بقى الزياده دي لا، فانا قلت له ما تحطليش الزياده دي، قلت له حطي بدلها ايس كريم حليب، ده اللي هو ايه تبقى برده حاجه. يا لهوي طرشقت عليا دلدقت، يا نهار ابيض. بسم الله بسم الله يا رب، بس ايه ما تنفجرش. لا 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 لا، ده احنا هنا بقى ايه نخش بقى وننسجم مع بعض. شايفين يا جماعه؟ مش عارف انتوا شايفين ولا لا، بس هي ميه كده عصير مانجا وبتاع، دي المفروض كده تبقى مظبوطه. بسم الله. ايوه ايوه هو ده. بس عندي تعديل واحد بس، اللي فوق ده ملهوش لازمه قوي يعني، جيبوا اللي تحت ده بس كده وسيبوه جامد كده. اللي تحت ده خطير، لكن اللي فوق ده انا مستمتع باللي تحت اكتر من اللي فوق، ولكن تقييم مناسب ليها. حطها يا عم في عادي يا عم، هي كمان يعني عادي مرتفع تحت ماتيلدا. ولع على ماتيلدا. بصوا هي تبقى بلبن لو من غير الكريمه اللي فوق دي عادي، عشان الكريمه اللي فوق تمام. ويلا بينا على المنتج اللي بعده. انا هغمى عليا يا جماعه مش قادر خلاص. طيب يا جماعه نخش على اللي بعده معانا وهو الكشري. ما جربتوش برده، ولكن هو رز بلبن عليه ماشي. بصوا في حاجه حلوه ان هو عليه كنافه بس من غير بيستاشيو، فممكن اتقبلها يعني شويه تمام. بس ايه الابيض اللي عليها ده؟ ايه ده؟ عليها جلاش، عليها صوص اللي باختيارك ماشي. مبدئيا دي مش دي يعني، اللي جالي دي مش كشري، انا اللي جالي ده فته، دي مش كشري. فكوكم الحجم عشان انا جايب الحجم الصغير بس. دي اللي انا هفتحه دلوقتي ده ايه ده يا غالي؟ ده فين الشوكولاته اللي هنا يا غالي؟ فين ماشي لن اتحدث ساسكت، ولكن شوف تحت كده. ايوه الكريمه دي مع الكنافه مع الرز بلبن ماشي، بس هو مفيش اي صوص فيها. او الصوص هنا نجيب الصوص اللي هنا ده. طيب شوف قد ايه، مهما كان برضو الصوص قليل قوي يا جماعه. المفروض الصوص ما تبقى زي الاعلان ده هنا اللي هو حطوه في نص البتاع اكتر من اللي عندي. ولكن تعالوا ندوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. هي حلوه ليه؟ عشان ما فيهاش بيستاشيو ماشي. الكشري لذيذ حقيقه بس مش راكب على بعضه بالنسبه لي، حاسس ان هو مش راكب على بعضه خالص. فنعطي الكشري عادي، هو مش اختراع فاشل، ممكن لو اتحط قدامي يعني اكله، بس ما اروحلوش قوي، مش زي بلبن ولحد دلوقتي ما حدش اتحط في ده فوق. يلا بينا على اللي بعده. طب يا جماعه هنخش على اختراعين مره واحده من بلبن، وهو لوز اللوز والالمازيه. دي اختراعات بتنزل في رمضان بس، فتعالوا نشوف لوز اللوز. دي مبدئيا مش دي اللي جات لي ليه، عشان انا جايب النسخه الصغيره منها، بس المفروض تبقى نفس المكونات على الاقل. فشوف بقى كده، انا شايف صوص كراميل تقريبا، وعليها من فوق لوز، وتحت ايه بقى؟ ايه اللي تحت ده؟ ما هنستكشف ايه اللي تحت ده مع بعض. فبسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز افتح بس واشوف ايه اللي جوه. يا لهوي هو ده صوص كراميل؟ ايه الصوص ده؟ ماشي. مبدئيا فين يا اسطى المكسرات يا اسطى؟ يعني دي شكل المكسرات اللي هنا، انتوا وحدوا الله. طيب هات يا عم معلقه ندوقها يا عم. بسم الله. انا عايز اعرف بس ايه الكان اللي تحت ده. دي اشطوطه اوكي. حلوه بس في حاجه، انا واحد ما بحبش الكراميل اصلا، فمش هصدمها واحطها في عاديه. يعني الالمازيه بالنسبه لي في عاديه شايف عاديه كويس ماشي. نخش على اللي بعده، وهي ايه؟ بدل اللوزيه الالمازيه. هي مانجا برده بس انا مش عارف ايه ده في حاجه يا جدعان. ده زبادي ده ولا ايه ده؟ ده بجد ريحته زبادي ماشي. تعالوا نشوف الالمازيه مع بعض. سوري يا جماعه لو كنت قلت على دي الالمازيه، دي لوز اللوز ودي الالمازيه. بيقول لك ايه؟ بوف لما دقنا الالمازيه. ايه هي بقى؟ ايه ده؟ انا لما بتف الاكل انتوا بتزعلوا. هي بجد وحشه للدرجه دي؟ ما اعرفش ان هي وحشه للدرجه. طب ندوقها مش عايزين نتسرع في التقييم على حاجه، ندوق ونقول بقى. عايز اعرف بس ايه دي؟ هو ايه ده يا جدعان؟ ده جبنه قريش دي ولا ايه دي؟ دي كريمه. ايه ده؟ طب ايه اللي تحت خالص ده؟ في حاجه تحت خالص ناشفه. هي دي البسبوسه اللي تحت دي؟ انا مش فاهمها ايه اللي تحت خالص. طب معلش نشوف فيديو تاني يا جماعه نعرف ايه هي مكونه من ايه. بس وريني كده يا باشا. لاول مره في تاريخ بلبن عملنا الالمازيه فراوله. هي اللي معانا مانجا بس ماشي. ايه ده بقى؟ دي الكريمه ماشي. الليدي فينجرز متسقسقه في لبن ماشي عاديه. انا شايف نحطها المازيه. حطها لي يا عم عادي، هي عادي بس عادي منخفض فاهمني. ويلا بينا على اخر 3 منتجات معانا، ومنتجات ال3 بيتسخنوا فهنقيمهم كلهم مع بعض. صحيح بس يا جماعه عشان بجد انا حاسس ان انا سكري عالي، وبجد شكلي هروح احلل بعد ما اخلص، بس هاخد بس ايه رشوه.
ماشي. معانا 3 اختراعات من بلبن: الكشخه وام القشاطيط والرز الرز بلبن ايه، ام علي سوري. والراجل ده يا جماعه انا لما رحت طلبت ام علي بص لي بقرف كده، استغرب ام علي مش عارف ايه الاسم ده. فدي يا جماعه بقوها يعني، دي بجد دي لو اتباعت دي اندر ريتد جدا، لكن هنجربها برضو. الثلاثه مسخنينهم، هم نشفوا شويه بس مسخنينهم يعني. فتعالوا بسم الله الرحمن الرحيم ندوقهم واحده واحده. طيب حاطين دهنه؟ انتوا حاطين دهنه يعني ماشي. مبدئيا اول اختراع بيقول لك ايه، ام القشاطيط اسوء اختراع من بلبن. تعالوا نفتحها كده نبص عليها برضو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حط لي دول كده مع بعض على جنب. افتح يا باشا. هي ما بتفتحش. ايوه ايه ده ايه ده. طيب تعالوا قبل ما نشوف اي مراجعه سيئه ليها تعالوا نشوف هي ايه دي اصلا. اكلني، ما تقترح لنا اسم على المنتج الجديد. انت ماسك ايه في ايدك اصلا؟ ماسك اشطوطه يا عم ام القشطوطه على ام القشاطيط اللي انتوا اللي هو ماسكين ام فيها دي. القشاطيط. انا عايز اعرف مكوناتها بعد اذنك. ام القشاطيط يلا بينا. عباره عن ايه ام القشاطيط دي؟ اول طبق معانا سميد اللوز اللي متحمر. سميد اللوز تاني حاجه ماشي. ننزل بالقشطه الفلاحي. يا عيني يا قشطة. عيني. ونقفل على ده كله بطبقه السميد الاخيره. يعني هو ايه السميد ده يا جماعه؟ اخوانا ايه السميد ده؟ نوع دي ايه يعني؟ سميد اللوز مش عارف ايه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هي في طبقه في النص قشطه كده بس رفيعه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اكتشفت ان انا ما بحبش السميد ده بقى، انا ما اعرفوش ده ما بحبوش. هو انا مش فاهم، هي عجينه كوكيز يا جماعه، هي عجينه كوكيز. هي دي الكشخه ولا ايه مش عارف. انا مش مستطعم اي حاجه في بقي بجد. طيب مبدئيا نحطها بس ايه، انا مش عايز اظلمها بس انا بجد انا مش حاسس باي حاجه في بقي خالص، مش مستطعم اي حاجه، حتى مش عارف ابلعها. بصوا موجوده جنبي. حطها في اختراع فاشل، انا اسف والله حقوا عليا. ماشي خلصنا ام القشريط. نخش على الكشخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكشخه دي يا جماعه انا عارف مكوناتها مش محتاج اشوف، وهي كيكه كوكيز. نسيت مكوناتها، نشوف مكوناتها مع بعض. ايوه هي دي. الكشخه بكام وليه ما حدش بيقول لنا سعرها وليه ما حدش بيقول هي حلوه ولا لا؟ دي بقى الكشخه اخر اختراعات بلبن. وخليني في الفيديو ده اقول لك هي بكام وحلوه ولا لا. مبدئيا كده هي فudge كيك عليها شوكولاته لا ليه فudge كمان طبقه ليه فudge تاني؟ كفايه فudge بقى بالله عليكم. طيب ندوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. بس حلو ان هو ايه، انا شفت كذا فيديو بيقول ان الكشخه بتيجي نيه، هي جايه مستويه ولكن ندوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي انا مش عارف بس كيكه الفudge يا جماعه ناشفه قوي. ماشي. بالنسبه للتقييم انا مش عارف هنضخها من حقايم وبعد كده اقعد انضخها نص ساعه، ولكن الكشخه كيكه الكوكيز طعمها حلو بس مش لايقه على الفudge، فهحطها عادي تحت عادي منخفض خالص. حطها عادي. واخر منتج معانا وهو الام علي. اخيرا. ليه يا جماعه ما نسويش الام علي؟ يعني انتوا لو سميتوها مثلا ام علي المنكوح مثلا، ام علي يعني سموها اي اسم كاتشي وبيعوها، هي حلوه قوي. انا بعشق ام علي، كنت بحبها زمان بس لما كبرت عرفت قيمتها ان هي حلوه، ويا ريتني كنت جبتها بالقشطه بس المشكله ان هي كانت هتسيح وبتاع. فمش محتاجين نشوف فيديوز لام علي، ندوقها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الحلاوه. هي بس مش عايزه تطلع شويه، مش عايزه تطلع ليه؟ هي بس ما كانتش عايزه تطلع شويه عشان برد شويه، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم. الله هو ده فجر ولا ايه؟ انا حاسس ان هي فجر، انا حاسس مش متاكد، بس في حاجه برضو هي مش دسمه قوي، هي مش جوسي، ودي مشكله كبيره قوي. فكده رسميا هنحط ام علي في بلبن، بس اخر حاجه في بلبن عشان هي مش جوسي قوي، محتاجه ايه، سمنه، محتاجه تجيبها بقشر حاجه زي كده. بس يا جماعه اخر حاجه معانا في فيديو النهارده قبل ما تصلي على واحد اللي ترزق اللايك، وهو هنحط مين في فجر. هو الاختراع احسن اختراع من بلبن من ساعه ما بدا. وهل هو ام علي؟ لا. هل هو اللقه؟ برضو لا. الرز بلبن ممكن. القشطوطه اساس كل حاجه ممكن برضو، ولكن هل هي دي باريس ولا كريم دي لا كريم؟ ما اقدرش. لا يا جماعه كريم دي لا كريم خطيره، من احلى اختراعات بلبن. بس مع ان النهارده جت مخيشه بس برده كانت حلوه قوي، احلى حاجه في الحلقه كلها. بس كده بلبن ارجوك ما تاخدوش حاجه على محمل الجديه. انا تافه، بقدم محتوى تافه، ما تركزوش معايا خالص. وبس شوفوا الفيديو النهارده. عايز تمشي برايي وتجيب الحاجات دي من بلبن براحتك، مش عايز برده براحتك. بس كده شوفوا الفيديو الجاي باذن الله. صنع بواحد الله. يلا سلام.